تجمعنا أبواب الخير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات. لا زلت مع حضراتكم في هذه الليالي الكريمة الجميلة المباركة، لا زلنا معا في مقام التوبة وفي منزلة التوبة. التوبة أيها الإخوة والأخوات سبب لحسن الخاتمة. لا يأتيك ملك الموت إلا وأنت على توبة، فإن جاءك ملك الموت بعد طول عمر وحسن عمل في صحة وستر وعافية إن شاء الله، وأنت في منزل التوبة، سعدت في الدنيا والآخرة. نعم، قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. احرص على أن تموت على الإسلام، عش على الإسلام لتموت على الإسلام، عش على الطاعة لتمت على الطاعة. قال الحافظ ابن كثير: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فإن عشت على التوبة، إن زلت قدمك في بؤرة معصية، فلست ملكا مقربا ولست نبيا مرسلا. ارفع قدمك واغسل ثيابك بدموع التوبة وأقبل إلى ربك وأنت على يقين أنه جل وعلا سيفرح بك وسيتوب عليك في أي ساعة تتوب إليه من ليل أو نهار. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.